انا موقفي ثابت في قضيه الجزيرتين قبل كلام الرئيس وبعد كلام الرئيس اليوم. ان انا لما خدت الموقف الاول قلت انا هذا الموقف لا يعني باي درجه من درجات التشكيك في وطنيه الرئيس ولا باي درجه من الدرجات، بل انا لدي يقين كامل ان هذا الرئيس وطني وطنيه خالصه لا يمكن ان يتنازل عن شبر من الارض المصريه. تمام؟ لكن الدستور حدد اليات محدده في مثل هذه الاحوال. قال على البرلمان ان هو يطلع على كل الوثائق والمستندات ويستقر يقينه ووجدانه وعقيدته ويكون عقيده جازمه اذا كان الامر يتعلق بارض مصريه. ليه؟ لانه لو البرلمان شاف انها ارض مصريه ليس من حقه ان يتنازل اصلا، لا البرلمان بقى ولا الرئيس ولا حتى الشعب المصري باستفتاء، وده اللي الناس مش واخده بالها منه. لو ثبت ان الارض دي مصريه الدستور بيقول لا يجوز التنازل عن الارض المصريه حتى باستفتاء شعبي. ليه؟ لان دي حقوق الاجيال القادمه مش حق الشعب المصري اللي موجود على الارض دلوقتي. الارض دي ملك الشعب المصري واجياله القادمه. طب لو طلعت السعوديه لا يخلو الحاله من امرين. لو طلعت السعوديه احنا لنا عليها اعمال سياده، فممكن انت تيجي كبرلمان تقول والله انا مش مستعد اتنازل عن اعمال السياده الان، وممكن تقول لا والله انا موافق على ان انا اوافق على الاتفاقيه ديت واتنازل عن اعمال السياده واعطيها للمملكه العربيه السعوديه. هل يقتصر الامر على ذلك؟ لا، لابد من استفتاء شعبي لو وافق البرلمان على الاتفاقيه. ليه؟ لان الدستور في مادته الثانيه بيقول كل المعاهدات والاتفاقيات التي تتعلق بعمل من اعمال السياده لا تصبح ساريه الا بعد موافقه البرلمان وموافقه الشعب في استفتاء شعبي. وبالتالي ده موقفنا الواضح طبقا للدستور. ده ليس فيه اي درجه من درجات التصادم لا مع الاداره المصريه ولا مع الرئيس، لكنه هو اعمال للدستور الذي وافق عليه المصريين واستخدام حقنا كنواب. الشعب ده استأمنا، لابد ان احنا نكون امناء على حق، سواء كانت ارض مصريه ارض سعوديه عليها اعمال زياده. في كل الحالات احنا مستأمنين، وتاريخيا هيتقال البرلمان ده هو الذي ترك هذه الارض اللي كانت السياده فيها لمصر لبلد اخرى، او هي كانت ارض مصريه والبرلمان سابها تبقى مصيبه. وبالتالي احنا مسؤولين امام الشعب زي الرئيس السيسي بالظبط، وبالتالي لابد ان نعمل الماده 151 بحذافيرها. تمام. طب رايح حضرتك ايه في البيج الموقع بتاعكم امبارح وبشهد ان هو موقع محترم، وانا شخصيا قررت ان انا اعتمد عليه.